خد بالك يا مصري ان دول اوروبا وامريكا بتدرس ازاي الشعب المصري هيستقبلهم لما يجوا لاجئين في مصر الامن والامان، الدولة الوحيدة في العالم اللي يخصها الله بالامن والامان. خد بالك ان هم بيدرسوا الحكاية دي. لما يجوا لاجئين ما يعرفوش ان احنا ما عندناش لاجئين، احنا عندنا كل اللي بيجي ضيوف بنشيله على راسنا. بس مين بقى من المصريين اللي بيعمل كده؟ المصري الاصيل، المصري الحر، المصري اللي ما بيرميش القوطة وما بيرميش البصل، المصري اللي ما بيخبيش السجاير، المصري اللي ما بيعملش الحاجات الوحشة اللي بيأذي فيها المصريين. لا، في مصريين أصلة كتير جدا جدا جدا، ودول قلة قليلة. هم عاملين عمل كده بس دول قلة قليلة. احنا بنقول لهم بقى تعالوا هتخشوا مصر، بلد الامن والامان اللي قال عليها الرحمن. ما تخافوش، انتوا تيجوا واحنا هنستقبلكم بكل اريحية. هنستضيفكم في بيوتنا مش في الشوارع كمان. خدوا بالكم يا ايها الاوروبيين وايها الامريكان يلي عاملين تشتغلوا علينا برضه. خدوا بالكم المخابرات بتاعتكم تشتغل علينا، عايزة توقعنا. انما خدوا بالكم احنا مش هنقع. ليه مش هنقع؟ لان ربنا من فوق 7 سماوات حارس الارض دي. انتوا ما بتفهموش، مش عايزين تفهموها، دي براحتكم بقى. انما احنا بنقول لكم ادخلوا مصر امنين، ما تخافوش، هنستقبلكم كويس. باي باي، حتى تيجولنا.